حكايتنا النهاردة بتدور حوالين الطمع والجشع الموجود في النفس البشرية، واللي نتج عنه أغرب جريمة ممكن تسمعها في حياتك كلها. والحقيقة حكايتنا النهاردة طويلة شويتين، فلازم تكون مركز فيها بشكل كبير وما تسرحش، علشان بوعدك بكمية تفاصيل مرعبة. بس قبل ما نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله، ما تنسوش دايما تعملوا سبسكرايب للقناة علشان نكبر بيكم وليكم بإذن الله، واعمل لايك دلوقتي للفيديو علشان ما تنساش وتسرح في القصة بعد كده. المهم يلا بينا نبدأ قصتنا. قصتنا بتبدأ بالمهندسة مريم، واللي كانت ضحية الطمع هي وعيالها الاتنين في واحدة من أغرب الجرائم اللي حصلت في تاريخ مصر. بتبدأ القصة سنة 1991 في منطقة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، مع رجل أعمال اسمه معتز هاني. معتز كان في الوقت ده عنده 26 سنة، وهو الكبير على 2 إخوات رجالة، صابر ويوسف. ولكن هو كان أذكى إخواته وأكتر واحد معاه فلوس فيهم. وبدأت تجارته في مصر من الزقازيق لحد ما ربنا كرمه وبقى مستثمر كبير، وبدأت تجارته تكبر لبره مصر. وكان معتز قريب من أبوه جدا، وعلى طول الحاج هاني كان بيحب يشوف معتز ابنه وفرحان. لكن كان في حاجة واحدة مضايقاه. معتز بسبب زياراته الكتير لأوروبا بقى بيشرب خمرة وبقى مدمن عليها، لدرجة إنه بقى بيشربها كتير حتى وهو جوه مصر. وفي يوم معتز راح لأبوه قال له إنه قابل مهندسة في المطار القاهرة وأعجب بيها، وطلب منها إنهم يخرجوا سوا عشان يتقدم لها بعد ما يتعرف عليها. بس هاني أبوه رفض في البداية، وكان خايف إن ابنه يتجوز واحدة من البندر، وقال له اتجوز من هنا من البلد واحدة شبهنا تصونك. بس معتز كان مصمم على رأيه وقال له إنه مش هيتجوز غير البنت دي. وفعلا اضطر هاني أبوه يوافق ابنه على كلامه لأنه بيحب يشوفه فرحان. واليوم ده سافر معتز من الزقازيق لمدينة نصر، وهناك قابل المهندسة مريم في واحد من المطاعم الفخمة اللي هناك. وعلى الرغم من فلوس معتز الكتير ومكانته بين التجار، لكنه كان قاعد في المطعم حاسس إنه أقل من كل اللي حواليه، بسبب إنهم بيتعاملوا بإتيكيت وهدوء، على عكس طريقته ولهجته الفلاحي اللي ما تغيروش بالرغم من سفره بره كتير زي ما قلنا. ومع إن دي حاجة ما تعبهوش، بس معتز فضل إحساسه بالنقص ده ملازمه. ومن أول مقابلة مع مريم واللي اعترف لها إنه بيحبها، وإنه مش جايبها بس عشان يتكلموا في شغل زي ما قال لها في المطار. والحقيقة مريم كانت مبسوطة قوي لما سمعته بيقول كده، وقالت له يديها وقت تفكر، خصوصا إن مريم هي البنت الوسطانية، وكان عندها أختها الكبيرة لميس واللي كانت لسه في الوقت ده ما اتجوزتش. وكان سن مريم في الوقت ده 23 سنة، ولما قابلت معتز في المطار كانت لسه راجعة من السفر بسبب إنها بتكمل دراستها في الهندسة في الخارج. ومعروفة في مدينة نصر كلها بالمهندسة الجميلة، لأن شعرها كان أصفر وعينيها ملونين، ومتربية تربية بشوات بسبب إن أبوها واحد غني جدا في منطقة مدينة نصر. لكن مريم كان عندها هي كمان عيب وحيد زي معتز، وهو حبها للذهب والمجوهرات، واللي هيكون سبب في ارتكاب جريمة بشعة في حقها مع الوقت. وبعد فترة من مقابلات مريم ومعتز في المطار، قرر معتز يتقدم لها، وساعتها أبوه كان رافض إنه يروح معاه لأنه مصمم على كلامه، الناس بتوع المدن دول مش شبهنا. بس راح في الآخر بسبب حبه المعتز وإنه مش عايز يزعله. وكل اللي طلبه أبو مريم وقت الاتفاق جابه فعلا قبل الجواز، واشترى شقة في مدينة نصر عشان يعيش فيها هو ومريم بعيد عن أهله في الزقازيق. واتجوزوا سنة 1992 في واحد من أكبر الفنادق في القاهرة، ومن بعدها بقوا بيروحوا البيت زيارات، لأن أغلب وقتهم كانوا بيقضوه في أوروبا بين تجارة معتز وبين دراسة مريم وتحضيرها للماجستير والدكتوراه، لحد ما حملت مريم في ابنها الأول سنة 1993، وقررت إنها ترجع تعيش في القاهرة لحد ما تولد عشان كمان تهتم بابنها بعد الولادة، وقررت إنها تسميه أنس. أما معتز فكمل في اللي بيعمله، كان بيسافر كتير بره غير شربه للخمرة اللي بقت عادة ما يقدرش يبعد عنها. وكل مرة وهو راجع من السفر كان بيجيب معاه ذهب ومجوهرات من أوروبا، لدرجة إن مريم كان عندها صندوق مجوهرات فيه أكتر من نص كيلو من المشغولات غير اللي كانت لابساهم. وفي الفترة دي كانت مريم حاسة إن في حاجة غلط في حياة جوزها معتز، عشان في بداية 1994 تكتشف إن جوزها بيخونها مع واحدة من مضيفات الطيران اللي قابلها في رحلة من رحلاته لأوروبا.
وقام بين معتز ومريم خناقة كبيرة جدا. وكانت مريم عايزة تتطلق منه، لكن بعد تدخل أهلهم قدروا يصلحوا بينهم ورجعوا يعيشوا مع بعض تاني. والخناقة دي كانت سبب في إن معتز هيبقى بعد كده المتهم رقم 1 في القضية دي. المهم إن معتز بعد ما صالح مريم ورجعوا يعيشوا مع بعض، حملت مريم للمرة التانية، وقضت ال9 شهور بتوع الحمل في شقة مدينة نصر. ومعتز كان بيسافر الفترة دي لمدة 3 شهور ويرجع يقعد في مصر أسبوع واحد. وبسبب غيابه عن البيت جاب لمريم شغالة في البيت بتساعد في النظافة والطبيخ والحاجات دي، لأنها مش هتقدر تعمل حاجة وهي حامل. وفعلا في 1995 ولدت مريم بنتها التانية وقررت تسميها ناني. وكانت كل حاجة في حياتهم طبيعية والولدين صحتهم كويسة. لكن بعد كام شهر من ولادة ناني وسط خناقة بين معتز ومريم، اقترحت عليه إنه يبطل شرب عشان خاطر عياله. وفعلا معتز سمع كلامها وقرر يدخل مصحة لعلاج الإدمان، لكنه قرر يدخلها في أوروبا عشان سمعته في البلد ما تتبهدلش. وفعلا سافر معتز وساب مراته وعياله لوحدهم. وبعد سفره بفترة حكت مريم لواحدة من صحباتها وهي في النادي إن معتز سافر أوروبا عشان يتعالج، وطلبت منها ما تحكيش لحد لأنه خاف على سمعته. وكانت فاكرة إن صاحبتها دي هتحفظ السر. لكن بعد رجوع معتز لمصر وعلاجه من الإدمان زي ما كان بيقول، بدأ يسمع صحبات مريم وهم بيتكلموا عليه وهو قاعد في النادي معاهم. وللأسف سمع صاحبة مريم وهي بتقول إنه كان مدمن وبيتعالج، فجري الدم في عروقه. وبمجرد ما رجع على البيت اتخانق مع مريم مرة تانية وقال لها إنها فضحته وسط الناس، وإنه المفروض كان يسمع كلام أبوه وما يتجوزهاش من الأول. وقال لها إنه هيطلقها وياخد الذهب والمجوهرات اللي اشتراهم. وعلى الرغم من إنها كانت مرتاحة مادياً، لكنها رفضت ترجعهم له، وقالت له لو هيطلقها مش هياخد أي حاجة ولا حتى الشقة اللي هو اشتراها. وحاولت تستفزه إنه فلاح وإنه مش من نفس مستواها أصلاً. معتز حس بعد كلامها ده إنه أقل منها بكتير، ورجعت عقدة النقص اللي كان حاسس بيها في الأول تطارده، لدرجة إنه سافر أوروبا 1.5 سنة من غير ما يسأل في مراته وعياله. وفي خلال الفترة دي كانت مريم قاعدة في شقتها لوحدها وبتهتم بعيالها بعد ما سابت الشغل، لكن ما سلمتش من لسان الناس وخصوصا أهل معتز اللي كانوا بيزوروها. وبدأ ينتشر إشاعات عنها إنها والعياذ بالله بتجيب رجالة البيت، وإنها تعدت من معتز وبقت مدمنة على الخمرة وبتضرب العيال الصغيرة، لحد ما تقدم فيها محضر رسمي سنة 1998 إنها بتعنف ابنها وبنتها. بس الحقيقة إن بعد تحقيقات الشرطة في الموضوع ده اكتشفوا إن مفيش أي آثار ضرب على جسم الطفلين، ده غير إنها ما بتشربش أي نوع من المخدرات أو الخمرة. وفي نفس السنة وتحديداً في شهر مايو جابت مريم سباك عشان يصلح لها مشكلة في البيت عندها. محمد خورشيد أشطر سباك في الوقت ده في مدينة نصر. خورشيد كان شاب وحيد لأبوه وأمه، وبعد ما ماتوا هما الاتنين اتجوز من نفيسة واللي كانت بتشتغل خدامة في البيوت. ومن بداية جوازهم ونفيسة بانت على أصلها ست جشعة وجعانة للفلوس، وكانت بتطلب منه حاجات فوق طاقته، ولما بيرفض يعملها كانت بتفرج عليه الشارع كله، لحد ما بقت هي اللي ممشية البيت على دماغها. وربنا ما أردش إنه يرزقهم بالأطفال، وفضلوا عايشين مع بعض من غير خلفة، لأن خورشيد كان خايف يتجوز عليها. ولما طلبته عشان يصلح لها حاجات في البيت طلع على طول الشقة وانبهر أول ما شاف مريم، ست جميلة ما فيهاش غلطة، كان بيتمنى يتجوز واحدة شبهها. وفعلا حاول أكتر من مرة وهو شغال في تصليح الحنفيات إنه يقرب منها أو على الأقل يلمس شعر حتى، لكن مريم صدته، بس كانت بتعمل نفسها مش واخدة بالها لأنها مش هتقدر تضربه لوحدها. وهو كان بيعتذر لها كل مرة ويقول لها إنه ما كانش يقصد يقرب منها. وعدى اليوم عادي على مريم رغم إنها كانت متضايقة إن معتز مش موجود في البيت عشان يدافع عنها وسايبها مطمع للي حواليها. لكن اليوم ما عداش على خورشيد عادي، وفضل يفكر في مريم اليوم ده وفي الذهب اللي في إيديها، لدرجة إنه وقع بلسانه قدام نفيسة وحكى لها عن الست مريم. وهنا نفيسة صدمته برد فعلها لما عينيها زغللت بسبب كمية الذهب اللي قال خورشيد إن مريم لابساه. وبدل ما تتخانق معاه إن عينه جت على واحدة غيرها، طلبت منه يجيب لها ذهب هي كمان. بس الغريب إنها ما كانتش عايزاه يشتري لها الذهب، دي كانت عايزاه يسرق الذهب بتاع مريم. وقالت لها كمان إنها ممكن تساعده يخطط لكل حاجة بشرط إنها تاخد الذهب ليها هي، ويبقى يقدر هو يبيع باقي المجوهرات أو يغتصب مريم بعد كده براحته.
وما كانوش يعرفوا إن الذهب اللي كانت لابساه مريم أقل بكتير من باقي الذهب والمجوهرات اللي عندها. بس برضه خورشيد ما كانش مصدق كلام نفيسة وهي قاعدة بتتكلم عن السرقة والخطط وكأنها مجرمة وعارفة كويس كل حاجة. وللأسف قرر يسمع كلامها وكبر الموضوع في دماغه وبدأوا يخططوا لكل حاجة سوا. وفضل على مدار 6 شهور يراقب العمارة من بعيد، يشوف مريم بتنزل إمتى وبتروح فين بالظبط. وفي يوم قابل ابن خالته زكريا والمعروف بجحود قلبه. زكريا كان أكبر من خورشيد تقريباً ب2 بس دماغه كانت سم وكل يوم بيتخانق مع واحدة شكل. ده غير إنه اتحاكم في قضيتين قبل كده بسبب حمله للسلاح الأبيض. وقال له خورشيد على موضوع الذهب والمجوهرات وإن مريم لوحدها في الشقة ومحدش بيزورها كتير غير ناس بتيجي من البلد كل فين وفين. واقترح عليهم يراقبوا العمارة لحد ما تنزل منها مريم وبعدها ينطوا على الشقة ياخدوا الذهب لأن أكيد مريم مش هتنزل لابساه كله، وبعدها يهربوا من البيت. وفعلا بعد أسبوع واحد راح خورشيد ومعاه زكريا عشان يسرقوا الشقة. وبمجرد ما نزلت مريم من الشقة طلع على طول الاتنين وخبطوا على الباب، ورد عليهم أنس من ورا الباب وخاف يفتح الباب لأنه ما يعرفهمش. فتعصب زكريا وكان هيكسر عليه الباب، بس خورشيد منعه وطلب منه يمشي بسرعة قبل ما حد من الجيران يسمعهم وتبقى فضيحة. وفعلا مشيوا من هناك وهم متضايقين إن الخطة بتاعتهم فشلت وقرروا ينفذوها وقت تاني. زكريا بقى هو اللي بيخطط لكل حاجة بنفسه، واتفق مع شاب كمان عشان يروح معاهم المرة اللي جاية مقابل إنه ياخد جزء من الذهب. وافتكر إن كل همهم كان سرقة الذهب وما كانوش ناويين على حاجة تانية. وفي اليوم ده لما رجعت مريم البيت وعرفت من أنس إن في حد خبط عليه، خافت إنه يكون حرامي لأنه طلع بعد ما هي نزلت على طول. واتصلت بمعتز هزقته لأنه سايبهم في البيت لوحدهم، وطلبت منه يجي ياخد عياله لأنهم مش في أمان معاها. بس معتز وهو بيكلمها كان سكران وما كانش مركز في أي حاجة هي بتقولها. والغريب إنه كان موجود في مصر من يومين قبل المكالمة، لكنه ما فكرش يروح يزور عياله حتى، وكان مقضي حياته في الكباريهات ومع فتيات الليل. وبعد 3 أيام من المكالمة، وتحديداً يوم 13 أكتوبر سنة 1998، جت مكالمة غريبة من مريم لمحمد خورشيد بتطلب منه يرشح لها نقاش عشان عايزة تعدل الحاجات في الشقة. المكالمة دي رغم إنها غريبة كانت في وقتها جدا بالنسبة لخورشيد وزكريا، وفعلا قال لها خورشيد إنه هيعدي عليها في نفس اليوم وهيجيب لها معاه النقاش عشان يبص على الشقة. ومع إنها كانت متضايقة من خورشيد بسبب اللي حصل منه آخر مرة، لكنها كانت عاملة حسابها إن جوزها معتز جاي البيت وهيدافع عنها لو حصل حاجة. وفي اليوم ده راح خورشيد للشقة ومعاه زكريا والشاب الثالث اللي كان واقف تحت العمارة نطرجي عشان يراقب الشارع لو في أي حد جاي ولا حاجة. ولما دخل خورشيد من زكريا الشقة، فضلت مريم تحكي لهم كل حاجة هي عايزة تعملها، لكن هم ما كانوش جايين يدهنوا لها الشقة، فمحدش ركز في اللي بتقوله، وكل اللي كان شاغل بالهم المجوهرات اللي هي لابساها. واللي لاحظ خورشيد إنهم أقل من المرة اللي فاتت. وأثناء ما كانوا بيتكلموا قالت لهم مريم إنها هتدخل تعمل لهم شاي، بس بمجرد ما دخلت المطبخ دخل وراها خورشيد وكتم نفسها بإيده وقال لها ما تتحركش وهو مش هيأذيها، هياخد الذهب والمجوهرات ويمشي على طول. فقالت له مريم إنها مش هتصرخ ومش هتعمل أي حاجة وهتسيبهم ياخدوا اللي هم عايزينه ويهربوا من غير ما تبلغ الشرطة. ولكن قبل ما خورشيد حتى يرد عليها، دخل زكريا المطبخ ومندفع وطعنها في بطنها وجنبها وطعنة تالتة قريبة من قلبها، ووقعت مريم على الأرض. وفضل زكريا كاتم نفسها لحد ما فرقت الحياة. وقبل ما يعملوا أي حاجة، خورشيد كان مصدوم من منظر الجثة ولام على زكريا إنه قتلها لأنه ما كانش عايز يقتل حد، هم كانوا جايين يسرقوا بس. زكريا ما استكفاش لحد هنا، وبعد ما ماتت مريم قرر إنه يعمل حاجة بشعة جدا، يعمل علاقة معاها حتى بعد ما ماتت، وكأنه قرر يعمل كل الجرائم والذنوب اللي ممكن تتعمل في يوم واحد. وبعد ما خلص من عملته الشنيعة دي، نادى على الشاب الثالث اللي قدام العمارة عشان يطلع لهم، وطلب منه يشيل الذهب والمجوهرات اللي لابساهم مريم في إيديها ورقبتها. ودخل هو وخورشيد يدوروا على باقي المجوهرات، وبعد شوية ما كانوش لقوا باقي الذهب ولا حتى
حتى صندوق المجوهرات بتاعها. وصحي وقتها أنس من النوم واتصدم لما شاف الرجالة دول في الشقة، ولما سألهم عن أمه قالوا له إنها في المطبخ وجاية دلوقتي، وطلبوا منه يدخل يلعب في الأوضة مع أخته وما يعملش صوت لحد مامته ما تيجي. وأنس من براءته صدقهم وقرر يدخل الأوضة فعلا، ولكن صوت أخته ناني كان عالي بسبب إنها بتعيط وعايزة أمها. وهنا زكريا قرر يعلي على نفسه في الإجرام. طلب من خورشيد إنه يدور على باقي الذهب والمجوهرات، ودخل الأوضة على الطفلين. شال أنس وحبسه جوه الدولاب وقال له إنه لو سمع صوته هيزعله. وبعدها مسك ناني وفضل كاتم نفسها عشان تبطل عياط، وبعدها طعنها بالمطوة عشان يخلص عليها. وفعلا البنت ماتت في لحظات. وفضل وقتها المجرمين يدوروا على أي حاجة في البيت، ولكن الذهب والمجوهرات ما كانش ليهم مكان في البيت، لحد ما لقوا مبلغ حوالي 11,000 جنيه في دولاب مريم، ودي كانت ثروة ضخمة ساعتها. فقرر الثلاثة ياخدوا الفلوس والذهب اللي كانت لابساه مريم ويمشوا على كده. ولكن زكريا وهو بيعبي الفلوس في جيوبه سمع صوت الطفل أنس وهو بيعيط في الدولاب، فقرر إنه يخلص عليه هو كمان، وراح فعلا للدولاب ودخلوا فتحوا. ولما خرج أنس من الدولاب حضن زكريا وقال إنه خايف جدا وعايز ماما، فقام مسكه من رقبته وحط إيده على بقه ولف إشارب على رقبة أنس وفضل يخنقه لحد ما فارق الحياة هو كمان. وهرب الثلاث مجرمين من الشقة وسابوا وراهم 3 جثث، وعدى على الجثث يوم كامل من غير ما حد يسأل فيهم أو تطلع من الشقة أي ريحة غريبة بسبب الجثث والدم. وكل ده ومعتز ما فكرش إنه يروح يسأل في مراته وعياله، وبعت مرات أخوه يوسف تزورها وتديلها الفلوس اللي هي محتاجاها، لأن هند مرات يوسف كانت قريبة لمريم بسبب إنها قضت نص حياتها في القاهرة. ولما وصلت هند لشقة مريم فضلت تخبط ومفيش أي رد، فحست إن في حاجة غلط، خصوصاً لما عرفت من الجيران إن بقى لهم يومين محدش سامع صوت لمريم ولا حتى عيالها. فراحت بنفسها قدمت بلاغ للشرطة، وطلع معاها رجال الأمن على هناك. والصدمة لما فتحوا الشقة دم مريم كان مغرق الشقة كلها، وجثتها تقريباً اتصفت، ونفس الكلام بالنسبة لبنتها. أما أنس فكانت جثته مزرقة بسبب انقطاع الأكسجين عنها، وعروق رقبته كانت بارزة من مكانها، وعيونه مبرقة وباين عليه مشاعر الخوف. وتحولت وقتها الجثث للطب الفرعي لفحصها، وبدأ رجال الأمن يفحصوا مسرح الجريمة، وكان واضح جدا إنها جريمة مكتملة الأركان من غير ولا غلطة. وكانت جريمة صعبة بسبب إن مفيش أي آثار كسر أو اقتحام للشقة. وبالنسبة لرجال الأمن ما كانوش لسه يعرفوا مين المجرمين، فبدأوا يشكوا في أقرب الناس لمريم. والشك المبدئي كان لمعتز جوزها. معتز واللي المفروض إنه رجل أعمال محترم كان مسافر يوم الجريمة الصبح على حسب شهادة أهله عشان يزور مريم وعيالها، بس محدش شافه وهو داخل أو خارج من البيت. وفي التحقيقات اكتشفت الشرطة إن معتز يوم الجريمة نزل على القاهرة فعلا، لكنه بدل ما يروح لأسرته عشان يطمن عليهم راح لواحد من الكباريهات في مدينة نصر وقضى ليلته هناك مع بنت من اللي في الكباريه. وبعد ما خلص سهرته خدها وراح على شقة كان مأجرها هناك عشان يمارس فيها الرذيلة من غير ما حد يكتشف اللي بيعمله. وفضل قاعد مع البنت دي لحد ما الجريمة حصلت والشرطة وصلت للجثث كمان. وكان اللي حاصل رغم إنه صدمة لكل اللي حواليه، بس يعني ما اتصدمش بسبب إنه تحول لحيوان حرفياً من غير مشاعر، وكل اللي همه الكيف وسهرات الكباريه. وظهرت مفاجأة في التحقيقات ما كانتش معروفة قبل كده بالنسبة لأي حد، إن مريم بسبب إنها كانت ست طيبة الله يرحمها كانت فاكرة إن الفلوس كل حاجة بالنسبة لمعتز، فباعت كل الذهب والمجوهرات اللي في الصندوق وشوية من اللي كانت لابساهم، وكملت من فلوس أبوها لحد ما وصلتهم 11,000 جنيه عشان تديهم لمعتز وتقنعه يطلقها. وده اللي أثبته أبوها في التحقيقات لما قال إن بنته استلفت منه مبلغ كبير ما قالتلوش هي عايزاه في إيه.
ويوم ما جات له عشان تستلف منه الفلوس كان باين عليها إنها حزينة ومكسورة، ويصادف إن ده نفس اليوم اللي اتصلت على معتز فيه واتخانقت معاه بسبب إنه سايبها وما بيسألش فيها. ولقى رجال الأمن فواتير المجوهرات اللي باعتها مريم مع هند مرات يوسف أخو معتز، واتضح إن هي كمان كانت عارفة إن مريم عايزة تتطلق من معتز لأنها ما بقتش قادرة تستحمل معايرة صحابها ليها إنه راجل خمرجي وبتاع كيسيه. وتم القبض ساعتها على معتز على أساس إنه المتهم في قتل مراته وعياله، ومحدش كان يعرف حاجة عن المجرمين الحقيقيين لحد ما وصل فحص البصمات للنيابة. والبصمات اللي كانت ظاهرة على الجثث هي بصمات زكريا، وقدرت الشرطة تتعرف على شخصيته عن طريق القضية اللي اتسجن بسببها قبل كده. ولحد الوقت ده كان زكريا عايش بين الناس عادي ولا كأنه ارتكب جرائم في حياته، لكن بعد ما خد الفلوس والذهب طمع فيهم لوحده وقال لخرشد والشاب الثالث إنه هيخلي الحاجة معاه لحد تاني يوم، وإنه عارف شخص هياخد منهم الذهب من غير فواتير. وفعلا وثقوا فيهم الاتنين وقرروا يسيبوا له الذهب والفلوس. ولما راح لخرشد تاني يوم البيت عشان يصحيه ويشوف يعملوا إيه، اكتشف إنه مش موجود هناك، وكان زكريا ساعتها في أوضة فوق السطوح. وعرف خرشد من الراجل اللي مأجر لزكريا الأوضة إنه دفع كل الإيجار المتأخر عليه ولم شنطته ومشي، بس ما قالوش هو مسافر فين. هنا خرشد كان هيتجنن لأنه دمر حياته عشان خاطر الفلوس والذهب، وفي الآخر اتضحك عليه من ابن خالته. ورجع خرشد لنفيسة مراته مصدوم وحكى لها عن اللي حصل، وقال لها إن كل اللي بيحلموا بيه ضاع خلاص. ففضحته نفيسة في وسط الشارع واتخانقت معاه بعلو صوتها لدرجة إن كل جيرانهم سمعوهم وهي بتقول إنه قتل الباشمهندسة وعيالها، وفي الآخر ما استفادوش حاجة من الذهب. فضربها خرشد لأول مرة في حياته وطلقها بالثلاثة، وبعدها هرب من البيت. وساعتها اعترفت نفيسة قدام جيرانها إن جوزها هو اللي قتل الباشمهندسة مريم وسرقها. وفعلا بعد كام ساعة بس راحت بلغت عن جوزها في الاسم، وقالت للشرطة اسمه واسم ابن خالته، بس ما كانتش تعرف مين الشاب الثالث اللي كان معاهم. وبمجرد ما وصلت الشرطة للمعلومات دي وقدروا يحددوا صور خورشيد وزكريا، بدأت عمليات البحث عنهم في مصر كلها لحد ما اتقبض على زكريا، واللي كان عايش في شقة إيجار جديد في اسكندرية. واللي كشف زكريا بسهولة إنه ما كانش لايق عليه الفلوس اللي معاه، ووشه كان عليه جروح كتير من الخناقات اللي كان بيعملها، لكنه بمجرد ما مسك الفلوس بدأ يجيب لبس غالي، وكان حرفياً ماشي بيصرف الفلوس يمين وشمال. وده اللي خلى صاحب الشقة اللي مأجرها زكريا يقدم فيه بلاغ للشرطة إنه شاكك إن زكريا حرامي، وما كانش يعرف إنه حرامي وقاتل. أما خورشيد فاتقبض عليه وهو في طريقه للزقازيق، ولحد النهاردة محدش يعرف خورشيد كان رايح اليوم ده الزقازيق ليه أو يقابل مين هناك. وفي التحقيق اعترف المجرمين إن محدش منهم على معرفة بمعتز أو مراته، وإن خورشيد أول مرة يشوف مريم ساعة ما صلح لها سباكة البيت، وقال إن مراته نفيسة هي السبب، وإن هي اللي شجعته على السرقة من الأول، وعلى الرغم من إنها صاحبة الخطة الأولى وأول خيط في بداية الجريمة. وحكى خورشيد للشرطة كل تفاصيل الجريمة بالظبط، وإنها كانت محاولتهم التانية للسرقة، وبدأ يحكي تفاصيل قتل زكريا لمريم والعيال الصغيرة، وقال إنهم ما كانوش عايزين يقتلوا حد، وكان كل هدفهم سرقة الذهب، وبعدها كانوا هيهربوا من المكان على طول، ولكن لأنهم ما لقوش باقي الذهب ارتكبوا الجرائم دي كلها. وحاول خورشيد في البداية يطلع نفسه من الجريمة ويرميها على زكريا لأنه هو اللي خد الفلوس والذهب، وتحول معتز وقتها بطلب من أبوه لمصحة لعلاج الإدمان في مصر. وكان باين على أبوه إنه ندمان إنه وافق على الجوازة من الأول، لأنه كان فاكر إن مريم مش هتنفع ابنه، وما كانش يعرف إن العيب في معتز مش فيها. وتم حبس المجرمين زكريا وخورشيد ونفيسة، ولحد النهاردة محدش يعرف مين الشاب الثالث اللي كان واقف تحت العمارة، وزكريا وخورشيد رفضوا يقولوا هو مين، وما كانش ليه أي بصمات في الشقة. وفي بعض التكهنات إن الشخص الثالث هو أخو زكريا الصغير، واللي كان بيدرس وقتها في كلية التجارة، بس ما كانش فيه أي أدلة عليه،
وما اتقبضش عليه ولا مرة في القضية دي. وبعد مرور حوالي 1 و8 شهور على الجريمة تم إعدام خورشيد وزكريا، ونفيسة اتحبست بتهمة تستر على جوزها المجرم وتحريضه على ارتكاب جريمة بالبشاعة دي. ربنا يرحم مريم وأطفالهم ويسكنهم فسيح جناته. ودي كانت حكايتنا النهاردة، ونهاية الكلام سلام.